السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم منى من كفر الشيخ. مربية أرانب لسه جديد كده على جد. فأنا هوريكم الشغل اللي بدأت بيه من شهر 6 وبالظبط من 18/6. محدش وقف معايا في المشروع ده، ولا حد قال لي انت المشروع ده حلو. كل الجرايب وكل الاهل قال لك لا، ده المشروع ده خساره، والمشروع ده ما مش هيبقى فيه ارباح خالص. ولكن اما توصلت للشيخ سامر، وهو اللي قال لي المشروع ده ان شاء الله هينجح معاكي، وان شاء الله هتكسبي، وبارشاداته الفضل بعد ربنا ليه، هو والاستاذ ابراهيم بلاط. هما اللي وقفوا جنبي، وهما اللي ساعدوني وساندوني لحد ما هوريكم الشغل اللي بسم الله ما شاء الله اللي انا بقيت فيه دلوقتي. شغل بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لي ويبارك للي هيبقى عنده بإذن الله. وهبدأ معاكم واحدة واحدة كده اوريكم الشغل. بسم الله، بسم الله وما شاء الله. دي أرنبة والدة ومعاها عيالها بسم الله ما شاء الله، همت عمر 30 يوم. دي أرنبة برضو تانية والدة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أرانب بسم الله ما شاء الله، هي معاها عدد اللي معاها 7 واللي معاها 8 برضو بسم الله ما شاء الله. أرنبة تالتة هي. المشروع اللي يشوفه يقول هو صعب، بس هو مش صعب، هو عايز حب للأرنب. اللي حب الأرنب بسم الله ما شاء الله هيكسب معاه. أنا هبدأ أوريكم واحدة واحدة. أنا ما كنتش متخيلة اللي هو هيكسب معايا، اللي هو هيبدأ يشتغل، لكن الحمد لله. وبتوجيهات الناس اللي هي لها الفضل بعد ربنا برضو كانوا بيعرفوني. دي أرانب هي إن شاء الله التاجر هياخدها بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هو اهو اهو. أرانب اهي اهي. بسم الله ما شاء الله. هبدأ معاكم تاني اهو. الأرانب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. هما الشيخ سامر والأستاذ إبراهيم بلاط هما عرفوني ياما. انا ما كنتش اعرف حاجه، يعني انا ربيت الارانب ديت كنت في 2012 كده، بس ما كانش نفس الخبرات بتاعت الايام دي. انا يعني بسم الله ما شاء الله بدات دلوقتي عرفت يعني مش هقول ان انا اتمكنت قوي، بس يعني برضو اهو، يعني برضو لسه على جد. بس المهم اني بسم الله ما شاء الله طلعت نتائج. المهم ان في اخر المرحله انا بدات طلعت نتائج. ديت بسم الله ما شاء الله عشر ان شاء الله على اولادي. وديت والده هي اهي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي 2 4 6 8. وديت ان شاء الله عشر. ودي برضو ان شاء الله عشر. انا طلعت في فيديو مع الاستاذ ابراهيم بلاط، وانا كنت باخد منه ارانب بسم الله ما شاء الله. ارانبه حاليا دلوقتي عشر عندي. ديت ان شاء الله. ديت عشر خلاص فاضل لها 5 ايام. وديت عيالها معاها همت. ودي برضو بسم الله ما شاء الله ديت معاها برضو عدد اهو. كلك بسم الله ما شاء الله في 8 و9 برضو. ودول لسه يعني ايه، اللي تاني ولد واللي اول ولد، واللي ما لسه اعداد عندي صغيره. ودول برضو ان شاء الله هيبقوا سلالات.
بسم الله ما شاء الله. برضو ديت اهو، دي برضو ان شاء الله هتكون عشر ومعاها عيالها، وديت ان شاء الله عشر، ودول احلاء، دول هيبقوا سلالات عندي باذن الله. ودي ان شاء الله خلاص هتولد يا النهارده يا بكره باذن الله. برضو دولت ان شاء الله هيبقى عندي، دولت هيبقوا سلاله باذن الله. معلش يا جماعه انا مش عارفه اتكلم في الفيديو عشان لسه اول مره اصور وكده، فيعني انا بصور بتلقائيه وما عنديش يعني ان انا مش عارفه اي حاجه اتكلم فيها ولا اي حوار، فمعلش سامحوني. يعني دي على قله خبرتي، انا لسه جديد كده في التصوير وبهدي الفيديو ده للشيخ سامر والاستاذ ابراهيم بلاط باذن الله. ف برضه هما لازم يشوفوا تعب صنعته، يعني شغلهم وتعبهم معايا، برضه لازم اصوره لهم واوريه لهم. برضه لازم اوريهم اللي هما التعب اللي تعبوه معايا، حصادهم ده حصادهم وحصاد. وعشان اقول لاي حد ما تفكرش ان الشغل صعب، هو مش صعب، هو عايز بس صبر وعايز عزيمه. هي ما هيش ما هي مش صعبه، هي شغلانه زي اي شغلانه. انا بدات زي يعني انا بعمل زي ما هما بيقولوا بالظبط، انا ما بوكلش غير مره واحده في اليوم. انا برضع حبيس. اللهم صل على النبي. انا ما يعني يعني ما بشتغلش عشوائيه كده. انا اي ارنب بكتب عليها هوت، لما بتيجي تولد بكتب ميعاد ولادتها وميعاد عشرها. ما مش شغاله جهجهون مع الارانب، انا شغاله بنظام وكل حاجه بميعاد. وربنا يكرم ويبارك له ويبارك لكل اللي يربي الارنب يا رب. ودول برضو ارانب هي عمر 10 ايام، برضو دي اول ولد. دي برضو ان شاء الله هتكون عشر ومع عيالها باذن الله. انا حبيت بس اوريلكم شغلنا باذن الله قبل ما التاجر ياخد، وقبل ما شغلنا برضو يعني لازم تبقوا انتوا شايفين شغلنا اول باول. وباذن الله هنحاول نعمله قناه، وان احنا الشغل نكلمكم عنه ونعرفكم احنا ازاي بنعمله، وازاي الارنب طلع بالنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. والسلام عليكم ورحمه الله.